قال له الصلاة على النبي حلوة، قال له دي حلوة خالص. يلا يا عمو، يلا يا عمو عشان تصور تحت يا عمو. يلا يا عمو. اهو هو ده اللي صلح يا ابوي. احلى تحيه على كل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، والنهارده اولى ليالي السحور في رمضان من قلب القاهره في منطقه السيده زينب عند الكرابيجي. فاللايك بتاعك الجميل وفولو لاخوكم حسن التوني، وادعوا لاخواتنا في كل مكان. وتعالوا نشوف السحور عند الكرابيجي في السيده زينب بيقولي. ما شاء الله المكان هناك زحمه، وكانت الساعه لسه 12 بالليل والناس بتزيد كل شويه. المكان بيقدم السحور المصري التقليدي، تروح تلاقي الراجل على عربيه الفول يعبي الطبق وشويه زيت حار وطحينه، وبيشتغل بدون تفكير، ايده مكنه ما شاء الله. ولاحظته هو بيعبي الحاجه انه مش بيحط اي ملح او توابل على الفول، هو شويه زيت حار وطحينه. والحاجه شكلها عنده خطيره من لون الفول والطعميه والسلطه والاجواء الشعبيه اللي هناك. نزل لنا بقى انا واصحاب الاوردر بتاعنا، بيكون الطلب بتاعك ب 50 جنيه، بينزل لك بقى طبق فول وطعميه وبطاطس وسلطه وبتنجان. اي اضافه على ده ب 20 جنيه، يعني طبق مسقعه او طبق بيض ب 20 جنيه. قلنا بسم الله بقى وقعدنا على السفره بتاعتنا، وبدات احيق الفول واقلب فيه. ومن شكله كان بيقول ان الفول نضيف وكويس. خدت قطمه كده بقى، طعم الفول لطيف، بس الحياء بتاعه طحينه وزيت حار ضايعين مايعين جدا، محتاج يتظبط اكتر من كده بكتير. فكانت التجربه بتاعته ناقصه قوي بالنسبه لي الحقيقه، يعني حاسس ان الفول يجي منه قوي بس الحياء بتاعه في الشلاحات. وكنت بضرب مع الفول بتنجان او طعميه عشان يظبط الطعم بتاعه شويه. نيجي بقى للطعميه اللي قلبها محشي دي كان طعمها خطير يا اخواتي، واحلى حاجه اكلتها من الكرابيجي يومها. البطاطس بتاعتهم كانت كويسه بس مزيته شويه وما فيهاش اي ملح. قلت ما بدهاش بقى يا عم توني، لقمه القنبله، لقمه الفول على حته بتنجان وقرص الطعميه اللي في ايدك، ونتمزج بقى شويه ونتدلع. خلاصه التجربه انك هتيجي المكان ده تعيش اجواء لطيفه وشعبيه، وتتسحر انت واصحابك او اسرتك وتتبسطوا قوي وتاخدوا الصورتين اياهم. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده، وما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا تذكروا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واستنونا في سحور تاني ان شاء الله قريب. سلام.